تهون يا زوبع، لو حبس لو جزء لو طقطق بالعصا. هذا المثل قصة معروفة من أيام الحكم الملكي، وتاريخه يرجع لعشيرة زوبع. والقصة هي أكو شباب من زوبع سووا مشكلة، والقضية وصلت للمحاكم والقانون. أهل الشباب من شافوا القضية صار بيها حساب وكتاب، راحوا على شيخ عشيرة علاقته طيبة ويا الملك، وقالوا له على سالفة ولدهم بلكي يتوسط عند الملك حتى يطلعهم من الحبس. فالشيخ ما رد طلبهم، ومن الصبح راح للملك رحب به الملك. الشيخ سولف قصتهم حتى يحلها، فالملك رد عليه وقال له القضية مو يمي وسالفتهم كبيرة وهاي حلها بالقانون. فالشيخ طلع من قصر الملك، ولن أهل الشباب واقفين بتانين الشيخ. ومن وصلهم اجا واحد من أهل الشباب وسأل الشيخ، قال له إن شاء الله انحلت شيخ. فرد عليه الشيخ وقال له تهون يا زوبع. فردوا عليه يعني شلون تهون؟ فجاوبهم وقال لهم لو حبس لو جزء لو طقطق بالعصا. فهاي قصة المثل المعروف اللي نسمعه دائما، تهون يا زوبع.